والله ما نسامحكم لو كان ما تكملوش حكايتي حتى للآخر، واللي عشتوا على بالي أغلبيتكم ما غاديش يأمنوني، بصح والله غير الحكاية حكاية حقيقية 100%. تبعوا معنا الحكاية للأخير، فقط ما تنساوليش جاب من الفيديو تفعيل زر الجرس بعد الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. ومرحبا بكم وألف مرحبا في قناتي، ونتمنى أنكم تدعموني وتفرحوني وربي يفرحكم. بلا ما نطول عليكم راح نشوفوا قصة غريبة فيها صبر كبير من عند أخت حنان، حتى وهي في عمر صغير. راح نشوفوا قصتها بكل التفاصيل وبلا ما نطول عليكم. تقول أنا اسمي حنان وعمري 24 سنة. حبست قرايتي في الثانوية وما طلعتش للجامعة على أسباب مادية. ماغري كنت شابة ربي عطاني الزين وكانوا يحبوني يخطبوني، بالصح ما كانش مكتوب. واحد النهار كنت خارجة مع أمي وأختي مطلقة. أختي مطلقة كان عندها 2 أولاد. خرجنا ندورو شوية في الحوانيت حتى شاف فيا واحد الراجل. كان داك الراجل شباب بزاف يا البنات، باينه بلي عنده دراهم وبخير عليهم. كي شافني بقى يلحق فيا يلحق، ومن بعد كي حب يحكي معايا ما حبيتش نحكي معاه، اتجنبته بحكم اني حشمت من ماما. صراحه ادالي العقل، لكن ما حبيتش اني نحكي معاه، خفت من ماما كما قلت لكم. كي عرف بلي رايحين نتفارقوا زرب راح حكى مع ماما، قالها بنتك عجبتني حاب نتزوج بيها. قالها اذا تحبي اعطيني عنوان والنميرو نتاع باباها. ماما كي شافته عجبها باينه من عائله مرفهه، مدتلو ماما النميرو، قالت له كي تحب تجي عيط لباباها هو يوريلك الدار. قالها صح. فاتوا يومين برك وجا نيشان ما يتمسخر ما والو. سبحان الله، كان يهدر نيشان يا البنات باينه ولد فاميله. جاب خالاته وخوه وامه واخته، ما جاتش معاه. كي جابوا معاهم كلش الدراهم مذهب. قال لنا نمد لكم سمانه ونديروا العرس، غير ليله واحده وصايي بلا علينا الحنة والملاك. قالنا هذيك خسارة نتاع الملاك، انا ندفعهم دراهم. قلنا له صح. وجدت صوالحي في سمانة كلش شريته، كلش واجد شيرات. وزاد بقالي غير الدراهم من الفوق شريت كل خير. سمانة كل يوم نخرج نشري حتى ما فضيت روحي باش نتهلا بروحي انا. المهم بعدها يا البنات ما طولناش وسمانة وقلنا نديروا العرس. جات ايامات تهليت في البشرة نتاعي وما قعدتش بزاف. ما كانش يعيط لي صراحة، غير يسقسي فيا الى كملت صوالحي ولا مازال. قعدت لاهية غير مع الجهاز، غير جمعة اللي نريح فيها. المهم الشيرات كلش درنا العرس، هو كان واجد من كلش وعندهم دار ايطاج تاعي الروحي كلش فيه، ودرنا العرس يا البنات وفات العرس. بعدها دخلت للشومبرا داخل. كي دخل هو رقد ديريكت، انا يدخلعت صراحة ما كنتش نقارع انه يدير هذا الجست معايا. ما عليناش، خممت وقلت بلاك اتعب من العرس، ما قري حنا ما درناش عرضات وما كثروش هما في العطاء. ولا اليوم الثاني نفس الشيء، الصباح يهدر معايا ياكل نورمال، كي يجي الليل يرقد ويخليني. كي نسقسيه نقول له مالك يقول لي والو. اليوم تعبت في الخدمة، كل ليلة يقول لي سبة. ما عليناش، وما يقرب ليش حتى فاتت سمانة انا ما يقرب ليش، ما عرفتش علاه، كان يتعامل معايا كيما هاك. المهم وصلوني صور ولي فيديو انت عرسنا. طلعت معايا اخته اللي صغيرة عمرها 15 سنة. طلعنا انا وياها نتفرجوا، حتى قعدت نشوف في واحد البنت معزولة ومشنفة ومغنزرة، تخزر فيا وتخزر في مصطفى وعينيه معمرين بالدموع. انا سقسيت اخت راجلي قلت لها ياسمين هذه شكون اللي راهي مجمعة وراها زحفانة كيما هاك؟
قالت لي هذه نورمال تكون في بلاصة نورمالمو تكون في بلاصتك. خلعتني، يعني جواب ما كنتش نستنى فيه. قلت لها كيفاش تكون في بلاصتي؟ ما بغاش تحكي لي، حتى قعدت انايا غير نسقسي فيها ونعاود. حكات لي، قالت لي هذه بنت عمي واسمها نهال، كان يحبها راجلك اللي هو خويا مصطفى حب هبال، مانيش عارفه واش صرا بيناتهم الدابزو. على هذيك بعد ما الدابزو حلف لها هو وقال لها تتزوجي بيا ولا لا. قالت له ما نتزوج بيك، وهو كان زحفان وتنربه كي قالت له هكاك. قال لها صار ياك راكي على هدرتك. قال لها في هذا الشهر غادي نتزوج لالاك ونديها، صدقيني نديها شاب عليك وانتي شبعي بروحك. قلت لها كيفاه انا ضرك سما تزوج بيا غير باش يحرق قلبها؟ قالت لي هو يبغيها ويموت عليها. انا قعدت مصدومه بالشي اللي سمعته. سما انا يا البنات ولات تبان ليك شغل تزوج بيا غير باش ينتقم منها. انا نقول هذا الراجل علاه يتعامل معايا هكا؟ المهم مشيت هوت رحت عند عجوزتي، قلت لها واش؟ قالت لي ياسمين. قالت لي واه بنتي، انا ما كنت قابله بهذا الزواج لخاطرش هو تزوج بيك سكاره في نهال. قلت له انا صايي ما نزيدش دقيقه في هذا الدار. انا قلتها لها شنقعد ندير هنا؟ قالت لي بنتي نعلي الشيطان دوك ينساها. قلت لها راكي تقولي يموت عليها، محال ينساها يا يما. قالت لي وين عادي تجي انتي مازال ما قفلتيش حتى شهر. قالت لي خلي غير الهم نتاع اختك اللي مطلقه بها بولادها وزيدي انتي. قالت لي صبري معاها بنتي وشوفي كيفاش تنسيه في هذا البنت. قلت لها صحة 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 وسكت. وقلت دروك كيفاش هذا الشيء اللي راه صاريلي. جا راجلي مصطفى وقلت له وش حكاية هذه نهال؟ قلت لها علاه تزوجت بيا من انت تبغيها وتزوجت بيها سكارة فيا؟ واش قال لي؟ تبعوا معايا، خلوا لي جام ودعمكم ربي يفرحكم. قال لي انا ما ذكرت فيها ما والو، انا بغيت نتزوج. قلت له بصح انت اصلا ما راكش تقرب لي، يعني ما تقرب ليش كيما اي زوج وزوجة، وما راكش حتى تبات في الشومبرة اللي هي نتاعنا. قلت له كيفاش درك انت؟ قال لي خليني وسكتي عليا، انا مانيش قادر نهضر. مشي وراح مشى البيت واحدة اخرى وبلع على روحه. انا في هذا الدقيقة يا البنات صراحة كرهت كلش، حتى الشومبرة اللي راني نرقد فيها لخاطرش كلش هي اختارته كلش في هذا الشومبرة، الصالو كلش هي خيرته. انا كرهته مصطفى زدت كرهته، شديت الكره حتى فات شهر انا غير في الدار ما نلقى ما ندير. حتى جات عندي عجوزتي وقعدنا مجمعين نهضروا. قالت لي تبغي تكملي قرايتك انا نعاونك في المصروف. قلت لها انا يا ماما كان حلمي نطلع للجامعه، كنت نقرا غايه وصرات عليا واصرت عليا. قعدت نخمم قلت والله غير فرصه وجابها ربي، فرصه كيما هذه. قلت لا علاه لا ما نكملش؟ قلت لها واه نكمل قرايتي وماذا بيا. مشيت قعدت لاهية غير مع الأوراق باش نقرأ. مهم بلا هادوك التفاصيل كلش ريقلته، بديت نقرأ وأنا راجلي ما ولاش يدخل الدار، هو ولا يرقد في شومبرا وحده. حتى سمعت باللي تصالحوا مع بعضهم هو ونهال. أنا قلت صاي ذوك يطلقني ويتزوج بيها. فاتت 3 أشهر على زواجي وأنا مازالني عازبة ما يقرب ليش. قعدت غير مع القراية نتاعي نخرج، وهو قرر باش يتزوج بنهال. أنا ما يطلقنيش يخليني، أنا أصلا قلبي برد من جهته، ما وليتش كامل نديها فيه. قلت بعد ما نكمل قرايتي باش إلا طلقت بعدها نلقى خدمة. قلت كيما هو ما استغلوني باش يذكر في صحته، أنا ثاني نستغلهم ونكمل قرايتي ونحقق حلمي. قعدت هو تزوج بيها وشرى لها دار وسكنت روحها، عمرها ما جات عندنا. أنا مازال ما كملتش حتى 4 أشهر زواج تزوج عليا.
المهم تزوج هو وما قعدتش كامل يجي عندي ملي تزوج بيها وهو معاها، عمره ما عيط لي ولا سقس عليا. فات شهرين على زواجهم حتى رفدت الكرش ولات بالحمل. فاتت 9 أشهر وولدت وجابت بنت، بصح مسكينة كي ولدت ماتت على الطابلة، ولادة وولاد على الطابلة تاع الولادة، وراجلي أكلا روحه. قعد غير يبكي ويتوغ ويعيط كيما المرأة عليها، لأنه ما قدرش يستحمل ولا يستوعب الموت نتاعها. وأنا ما عرفت لا نفرح ولا نحزن. أنا أصلا كنت عايشة يا البنات في عالم واحد آخر. مصطفى بنته أكرهها. علاه؟ قالهم باسكو هي السبة اللي ماتت بسببها. نهال عمري والكبدة نتاعي، هذه البنت بسبتها راحت اللي نحبها، ما بغاش حتى يشوف فيها. جات عندي عجوزتي حطتها لي في حجري وقالت لي هذه اليتيمة ضروك ما بقالهاش من غيرك. شفت في عجوزتي قلت لها والله خالتي غير فديها عليا، انا علاه راكي تغبني فيا كيما هاك. حطتها لي وراحت ما حكات والو. انا قعدت نشوف في هذيك البنت مسكينه الملايكه، وقعدت نتفكر شحال كنت نكره امها وبوها اللي ضيعوا لي حياتي. شفت فيها حتى قعدت تتبسمت معايا. هذيك ملايكه حسيت ربي بعثها لي باش تتبدل حياتي. تقبلتها هي وش ذنبها مسكينة. فات اسبوع نتاعها سميتها ملاك. اسمي يعجبني بزاف، ومصطفى راجلي مني ماتت نهال وهو مبلع على روحه الباب في شامبرا، اللي يجي يهدر معاه يزعف عليه ويطرده برا. انا ما قربت لهش كامل وما هدرتش معاه وما حبيت حتى اني نحاول باش نحكي معاه. فات شهر هو بدا يتحسن، بدا ياكل بدا يشرب. وجات عندي عجوزتي قالت لي ربي يحفظك اللي خرجتي لي ولدي من هذا الحزن. انا ما فهمت والو، انا اصلا ما كنتش نهتم بيه ومانيش عاده كامل عليه، كنت غير مع ملاك نلعب معاها، فرحت بيها بزاف. واحد النهار يا البنات لقاني نلعب مع ملاك وسمعني نقولها ملاك ملاك. جا عندي قال لي سميتيها ملاك؟ رديت عليه غير من فوق سطحيا، قلت له واه. جمع قعد يلعب معاها ورفدها وبدا يبكي. انا قعدت غير نشوف فيه. جا عندي قال لي راكي مليحه؟ قلت له راني غايه. قعد دايما يبغي يهدر معايا. واحد النهار دخلت للشومبرا باش نرقد، جا عندي دخل. انا كنت راقده انخلعت، قلت له وش بيك علاه جيت عندي؟ قال لي كيفاش هذه انتي مرتي؟ قلت له واه مرتك على الورق برك. قال لي والله سمحي لي اللي درت فيك كيما هاك، ضيعت لك حياتك عام ونص وانتي متزوجة غير على الأوراق. قال لي سمحي لي وخلينا نبداو صفحة جديدة. رفدت بنتي ملاك ومشيت البيت واحد آخر رقدت فيه. فات شهر بنتي ملاك قفلت شهرين وهو دايما يحلل فيا باش نهدر معاه، وانا غير جابدة عليه. حتى بدا يشفني والله غير غاضني مسكين. قلت هذا ربي راه مكتب لي كيما هاك، المعيشة هذه لازم عليا نتقبلها وصاي. حتى واحد الليلة كان في الشومبرا دخلت عليه، قضينا ليلة من ثم تبدلت حياتي يا البنات. وليت عايشة معاه ويهتم بيا بزاف، بصح راني عارفة ما راحش نسيه فيها لخاطرش هي حبه الاول وضروك راني غاية. شنقول مكتوب ربي جا كيما هاك، الله غالب. نتمنى انه قصتي عجبتكم وديتوا منها العبرة. الصابر يا البنات ينال. الى هنا نكون وصلنا لنهاية نتاع اختنا حنان. ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في قصة من مجتمع جزائري احيانا يكون اليم واحيانا يكون فيه تفاؤل وفيه امل، وان شاء الله تكونوا في اغلب الاوقات اديتوا العبرة من هذه القصص. استنوني في قصة جديدة كما قلت لكم ولا كرونيك جديد. فقط ما تنساوش دعمكم يا ربي يفرحكم. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء.